عمرك شفت دفتر بيكتب لوحده؟ مش بالحبر لكن بالدم. النهاردة هحكي لك عن بنت اشترت كشكول من مكتبة قديمة، ومن اللحظة دي حياتها اتحولت لكابوس. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس ويلا نبدأ الحكاية. البنت دي كان عندها هوس غريب بالدفاتر، بتحب تجمع اي كشكول قديم او غلافه شكله مختلف. وفي يوم وهي ماشية في شارع ضلمة دخلت مكتبة شبه مهجورة، وهناك عينها وقعت على دفتر اسود عليه تراب كأنه محدش لمسه من سنين. صاحب المكتبة بصلها وقال لها الدفتر ده مش للبيع الا لو هو اختارك. كلامه خوفها بس ايدها راحت عليه من غير ما تحس واشتريته. رجعت البيت كتبت اول كلمة، لكن الكلمة ما ظهرتش بخطها، ظهرت بخط تقيل احمر غامق شبه الدم. جربت تمسحه يتشطب يتمسح مستحيل. والاغرب انها تاني يوم لقت صفحة جديدة مكتوب فيها احداث لسه ما حصلتش بالساعة وبالدقيقة، والكارثة انها بتحصل بالظبط زي ما هو مكتوب. لحد ما في يوم لقيت مكتوب الساعة 12 بالليل آخر نفس ليكي. الدم في الصفحة كان لسه بينقط. هي جريت على الباب بس لقيت نفس الجملة محفورة بالدم على الحيطة وعلى الأرض وحتى في المراية اللي قصادها. ومن اللحظة دي اختفت ومحدش عارف راحت فين. بعد أسابيع المكتبة فتحت تاني والدفتر رجع مكانه على الرف، بس المرة دي الغلاف كان لسه ملطخ بآثار دم ناشف. واللي دخل بعد كده شاف إن الصفحة الأولى مكتوب فيها اسم جديد. تفتكروا مين الاسم اللي مكتوب في الصفحة دلوقتي؟ ممكن يكون انت. سيبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حكاياتنا المرعبة.